السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، النهارده عملت معاكم سردينة مخللة بجد تستاهل بقكم. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ ما استاهلش لايك يا حبايبي ولا كومنت حلو كده زيكم؟ يلا بقى، كومنتاتكم الجميلة ولايكاتكم بتسعدني وبتكبر بخاطري وبتفرح قلبي كده. هتشوفوا الطريقة الجميلة بتاعتي، عملت بيها السردينة ما كلفتنيش إلا 50 جنيه يا حبايب قلبي، كيلو واحد سردينة. ما شاء الله. قبل كده ما ندخل على الفيديو بتاعنا الجميل، نصلي بينا على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا يا حبايبي عندنا كيلو سردينة جبناه ب50 جنيه، السردينة المبرومة الجميلة العرايشي. بسم الله ما شاء الله، أنا أول ما لقيتها جريت عليها بسرعة جبتها، لأن السردينة دي المبرومة ما نزلتش عندنا من زمان في العريش. ما شاء الله ما شاء الله على الجمال والحلاوة، هنسمي الله يا حبايب قلبي. وخليكم كده معايا، لو وصلتوا كده لحد هنا يلا بقى حطوا اللايك، شايفاك، وحطوا اللايك يا حبايبي. الفيديو هتستفيدوا منه وهيعجبكم والله. هنا تشوفوا السردين عاملة ازاي، والله يعني جميلة جدا. انا حطيتها كده، غسلتها وسبتها في المصفى لتاني يوم لحد ما اتصفت، وطلعتها بقى يا حبايب قلبي، سبتها في التلاجة ما سبتهاش بره، وطلعتها ناشفة اهي زي ما انتوا شايفين. هنا معانا 4 معالق ملح، يعني بقبضة ايدك كده بتملاها ملح وتحطها في الطبق. حوالي 4 معالق، ونص معلقة شطة ونص معلقة كركم. وكل الحاجات الجميلة دي هنقلبها مع بعض يا حبايبي، وهيبقى احسن طبق سردينة يستاهل بقكم. ما شاء الله، انا حوالي السردينة قعدت معايا 5 ايام، وبعد كده فتحت عليها، ما صبرتش اقعدها اكتر من كده. ما شاء الله، وطلعت يا حبايبي زبدة. بسم الله ما شاء الله. هنا هنقلب الملح بتاعنا الجميل مع بعض اهو، ما شاء الله، لحد كل المكونات بتاعتنا ما تتدرى كده مع بعض. هنمسك بقى يا حبايبي شوية ملح نرشهم في أرضية العلبة بتاعتنا الجميلة. هنا عندنا علبة صغيرة وحطينا فيها كيس زي ما انتوا شايفين، وهنرش الملح في أرضية العلبة، وهننزل بالسردينة الجميلة بتاعتنا نرصها كده. ما شاء الله ما شاء الله. قوموا يلا بقى هاتلكوا كيلو سردينة وخللوه بدل ما تشتروها. طبعا دي احنا عاملينها ضامنين نظافتها وحاجة حلوة كده زي ما انتوا شايفين. واحنا رصينا اول طبقة، وهننزل بشوية ملح خفاف كده. ما شاء الله، انا مش عايزاها حادقة يا حبايبي. طلعت ما شاء الله جميلة جدا. يلا بقى حطوا اللايك، شايفاك، وحطوا اللايك يا حبايبي كده وشجعوني يلا وادعوا لي دعوة حلوة لعل الله يستجيب لكم. شوفوا الجمال اهو، نزلت بشوية ملح ورصيت طبقة سردينة كمان، وهنمسك السردينة بتاعتنا نرصها زي ما انتوا شايفين لحد ما تملى العلبة معانا يا حبايب قلبي. وبننزل بطبقة الملح وبطبقة سردينة لحد العلبة بتاعتنا ما بتنمل. عايزين تحطوا ليمون بتحطوا، عايزين تحطوا مثلا عود كرفس، اي حاجة هتحطوها بتدي ريحة معانا للسردينة حلوة، بس انا عملتها كده. ما شاء الله. وهنا يا حبايب قلبي شفتوا السردينة الجميلة اهي كده، رصيناها كلها. هنمسك الكيس بتاعنا نقفله ونقفل العلبة كويس، ما نخليش اي هوا يدخل فيها زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي. هنربط طبعا الكيس اللي جوه ده، وهنمسك العلبة بتاعتنا نحطها في كام كيس ونربطها ونقفل عليها خالص عشان نضمن ان مفيش هوا يدخل فيها. وقعدت معانا 4 5 ايام، و5 ايام بالظبط وفتحت عليها. وهنا يا حبايب قلبي فتحت على السردينة بتاعتنا، ما شاء الله ما شاء الله. بجد زبدة والله يا حبايبي، جميلة جدا. تسلم ايديا كده على الحاجة الحلوة اللي انا عملتها ده، والله اكنها لسه زي ما هي يا حبايبي. شفتوا الجمال، شفتوا الحلاوة؟ يلا بقى كومنت حلو كده، يلا دلعوني بلايكاتكم الجميلة ويسعدوني وفرحوني. هنا هنفتح كام واحدة اهو، شوفوا قلبها عامل ازاي يا حبايبي، زبدة ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله على الجمال والحلاوة. وطبعا اكلنا السردينة الجميلة دي على السطح، وعملنا جنبها بصل وكل حاجة حلوة عملناها وشوية ليمون، وكلنا كده واتدلعنا على السطوح يا حبايبي. وانا زارعة فول على السطح ما شاء الله، هوريهولكوا كده في نهاية الفيديو. هيعجبكم جدا وهيعجبكم الزرع بتاعي الجميل يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. ده انا نضفت كام واحده كده اوريكم، بس طبعا انا بحطها كده في الطبق، وكل اللي عايز بيفتح واحده بيفتحها وباكلها. انا ما بفتحهاش عشان لو يعني اتسابت مفتوحه بخاف ان هي مثلا تبوظ او كده، او يعني احنا مش يعني ما بناكلهاش، او انا بس اللي باكلها، انا وجوزي، ولادي ما باكلوهاش. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. وافتح كمان معاكم واحده، شفتوا زبده يا ولاد، والله زبده ولحمتها حمرا ازاي.
ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. يلا بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا دلعوني باللايك الجميل بتاعكم. ما شاء الله. وطبعا هطلع كده على السطح هوريكم بقى الزرع الجميل بتاعنا اللي هيعجبكم، الفول الاخضر. ان شاء الله الفيديو بتاعي كده يكون خفيف على قلوبكم ويعجبكم يا حبايب قلبي. لو وصلتوا معايا لحد هنا استنوا شوفوا الزرع بتاعنا الجميل هيعجبكم بإذن الله. وهنا يا حبايبي طلعت على السطح، رحت اجيب شوية جرجير وشوية بصل اخضر وشوية فول. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شوفوا زرعين كزبرة خضرة ما شاء الله. ودي الروزماري بتاعنا يا حبايبي، شجرة الروزماري اللي انا زرعاها ما شاء الله عليها. بسم الله ما شاء الله. والبصل الاخضر والفول الحراتي بسم الله ما شاء الله. شوفوا مطلع يا حبايبي ما شاء الله ما شاء الله. بجد فكرة الزرع في الخشبة اللي احنا عاملينها على السطح دي جميلة جدا. شفتوا الفول عامل ازاي؟ كل يوم اطلع اكل منه ما شاء الله، مش بسيبه بيكبر، باكل منه على طول. حاجة حلوة كده. يلا بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا سموا الله وشجعوني كده بكومنت حلو زيكم ما شاء الله. الفول الاخضر ده جميل يا حبايبي. شوفوا عامل ازاي. والله احنا زرعناه كده وسبناه يعني ما كناش مفكرين ان هو هيطلع، بس ما شاء الله طلع زي ما انتم شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. الشجر مليان اهو فول اخضر ما شاء الله. طبعا احنا عايزين جنب السردينه الجميله بتاعتنا شويه فول وشويه بصل وحبه خضار من الجمال بتوعنا دول يفتحوا النفس كده على الاكل. بس الفول عندنا لسه صغير، يعني احنا لو سيبناه شويه هي القرون بتاعته هتملى. بس والله كده كويس، يعني طعمه حلو برضه ماشي الحال ما شاء الله. والجرجير بتاعنا الجميل، الحتة دي زارعين فيها جرجير اهو في تكملة الخشبة بتاعتنا الجميلة دي ما شاء الله يا حبايب قلبي. شفتوا الفول عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. انا لو يعني سيبناه هيكبر عن كده، بس احنا بنقطفه الفول اللي بنلاقيه بيطلع زي كده بنقطفه على طول. بس انا قلت للولاد ما حدش ياخد منه، سيبوه يكبر يعني يعمل قرون حلوة كبيرة كده. احنا بنقطعه لسه بيبقى لسه طري. بناكل منه مع الاكل هنا فوق السطح يا حبايب قلبي اهو ما شاء الله. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون خفيف على قلوبكم ويعجبكم. وطبعا هوريكم حته زرعين فيها جرجير كمان يا حبايبي على السطح ما شاء الله اهو. دي كمان خشبه كده زرعين فيها جرجير، شوفوا عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنا هنروح اوريكم الكزبره، زرعين كزبره بسم الله ما شاء الله. وبكده خلصت معاكم الفيديو يا حبايبي، يا رب كده يعجبكم وينول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.